مساء الخير. مساء احنا النور. غيرنا اللوكيشن، ايه رأيك؟ نسأل أسئلة حلوة بقى. يلا. ماشي. ايه احسن وقت اقرر فيه ان انا استخدم التراديشنال ماركتنج؟ بصي خليني اعرفه بحاجه بسيطه. في الحاجات البيزكس بتاعه الماركتنج اللي هو مثلا هنعمل بيلبوردز في الشارع، هنعمل اعلان في التلفزيون، زمان هعمل الاعلان في الجورنال، هعمل اعلان في الراديو. التراديشنال ماركتنج عامه سعره غالي، لما تيجي تعملي اعلان في التلفزيون بيبقى مكلف، فكل ما السلعه بتاعتك سعرها عالي زي مثلا الريل استيت تلاقيهم هم اللي بيعملوا اعلان في التلفزيون، تلاقي فيه بيلبوردز في الشارع. فكل ما السلعه قيمتها بقت وسعرها عاليين كل ما تتجهي للتراديشنال ماركتنج مع السبورتنج بتاع الديجيتال، يعني مفيش غنى عن الديجيتال. فلكن الديجيتال ماركتنج بيبقى مناسب للحاجات اللي اسعارها شويه اقل. طب ليه؟ ليه؟ ايوه ايه؟ عشان بيدي ثقه اكتر للعميل. انا لما احس ان انتي كومباوند وعامله بيلبورز في الشارع وبفتح التلفزيون الاقي اعلان السلعه بتاعتك مثلا 5 مليون مثلا ستارتنج الشقه مثلا في الكومباوند عندك، فاحس ان المكان ده تراستد، غير لما الاقي واحد عامل اعلان على السوشيال ميديا بشقه ب3 حتى مليون، هتحسي ان الموضوع تراستد. فهمتي؟ فازمتش ان السلعه ليها قيمه كبيره وسعر كبير، روحي تراديشنال. اوكي.